يسعد لي أوقاتكم، كيفكم؟ إن شاء الله أنكم بخير. ببداية الفيديو كالعادة بنكسب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم بدي أعزل هاي الغرفة. مثل ما بتعرفوا هاي الغرفة كانت قبل حاطة فيها غرفة نوم لابني، وبعدين عملتها غرفة قعدة. اليوم قررت إني نظف الغرفة وإنقل غرفة البنات عليها. هلأ طبعا هي رح تكون تجربة إلي، بس هي صعبة. بس إن شاء الله أنا رح تزبط معي، لأنه أنا البنات عندهم تختين. فرح احطهم بهاي الغرفة، ومثل ما انتم شايفين الغرفة كتير صغيرة، بس حسيت انه راح يطلع احلى وتطلع ململمة اكتر. طبعا استنوا النتيجة، راح نشوف كيف راح تطلع معنا اخر الشي. بعد ما شطفنا الغرفة وليفناها، هلا نقلت التخوت لهون. بالنسبة لصناديق التخوت طبعا ما فرجيتكم اياها، بس ان شاء الله بالتعزيل الثاني على الصيف راح افرجيكم كيف راح ارتبها. يعني مقررة اني اشتري صناديق جديدة مشان احط فيها الاغراض. كان عندي صناديق مثل ما شفتوا قبل، بس كلياتها اتشقشقت لانه هي صارت مثل القماش، وما راح تزبط يعني نهائيا هاي السنة، فقررت اني اشتري غيرها. دائما انا بسرس بصناديق التخت، عن جد بحس اذا ما كانت مرتبة ومركنة بحس هيك نفسيتي بتتعب. ما بعرف اذا حدا مثلي يعني منكم. هون طبقت البناطلين، وراح اعلق هلا الكنزات. مثل ما شايفين انتو الغزانة صغيرة، فهاي كتير يعني ساعدتني اني ضب فيها اغراض اكتر. هلا بعد ما نخلص ترتيب الغزانة، في هوني محلات كنت حاطة فيها البيجامات. رح اشيل البيجامات من هوني ونمسح الخزانة، وبعدين رح احط فيها الجزادين كلياتها. بتمنى من اللي عم بيشوف قناتي لأول مرة انكم تضغطوا على زر اللايك وتعملوا لي شير للفيديو، واهم شي تفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شي بنشره انا اول باول. هلا الطبقة الثانية من الخزانة تبعيت البنات، حبيت احط فيها هون الرباطات، وفي هدول العلب كنت حاططهم بالدروج فشلتهم وحطيتهم هون. يعني هيك تغيير شكل. طبعا هاي الدرفة كلياتها صارت بس لهيك شغلات، يعني ما حطيت نوب نهائيا فيها ألبسة. وهيك الشكل النهائي صار للخزانة. ما بعرف، اعطوني رأيكم إذا عجبتكم ولا لا. هلا راح نكفي ترتيب. هلا هون رح نرتب الدروج تبعت البنات. بتعرفوا انتو البنات اغراضهم كتير وما بتخلص. هدول المناكير عندي علب لإلهم، حطيتهم بالعلب. وهلا رح احط الكفرات معاهم. كتير ايام بتلبك يعني بالاغراض، وين بدي احطها وين بدي اشيلها. مثل ما بتعرفوا اذا المسافات كتير صغيرة وضيقة، واغراض البنات ما شاء الله كتير بتكون كتير وما بتخلص يعني. فلهيك عن جد بتتلبكوا وين بدكم تحطوهم وتطبقوا الاغراض. عندي هذا الصندوق طبعا مسحته ونظفته، فضيت فيه القطن. كان عندي علبة للقطن صايرة مثل الأزاز بس انكسرت. فلهيك يعني لقيت هذا الصندوق أنسب شي لحتى نحط فيه القطن. هون هيك الجرار صار خالص. حكيت لكم قبل هالمرة عن خزانة الإكسسوارات. هي كتير حلوة وبتجمع كتير أغراض يعني، بس فيها شغلة كتير بشعة إنه بتتحرك كتير يعني. إنه بتهز ما كتير إنها بتضل ثابتة، بس بتوفي بالغرض يعني. هدول كمان جبتهم من عروض البيم. أنا دائما بحب تابع عروض البيم، بلاقي شغلات فيها كتير حلوة، وعن جد بيكون سعرها كتير مناسب. هدول ليش عجبوني؟ عجبوني انه بتقدروا تحطوا فيهم شغلات يعني نواعم كتير. ايام بدي اخلقنا ما بنعرف وين نحطها، فبهيك جرارات يعني كتير سهل انكم تحطوها، مثل مثلا دبابيس، قصاص الاظافر، مثلا علب العدسات، يعني انه كتير بتريحكم. هيك بيكون خلصت الغرفة على الأخير. طبعا هلا مثل ما بتعرفوا يعني إنه آخر الشهر إن شاء الله إذا الله خلانا من الطيبين رح نشيل السجاد ونرجع نضبضب كتير شغلات شتوية. فأنا شلت السداجة الكبيرة، كانت كتير شفت الغرفة اللي كنت حاطة فيها غرفة بناتي كبيرة، فشلتها. قلت إن شاء الله السنة الجاية إذا الله خلانا بخير رح أقصها وظبطها. فخليت هيك مدات بسيطة بس بقلب الغرفة. وما بعرف، اعطوني رأيكم. انا لقيت الغرفة هيك كتير كتير حلوة، ولقيتها مضبوبة يعني، وما بعرف كتير عجبتني. بالنسبة للغرفة اللي كنت حاطة فيها غرفة بناتي، ببقى ان شاء الله الفيديو الجاي رح اصور لكم اني انا شو ناوية اني اعمل فيها. ان شاء الله اني اكون بفيديوهاتي عم شجعكم لحتى انكم هيك تاخدوا جرعة نشاط وتقوموا تتنشطوا وتعزلوا. اذا عجبكم الفيديو وعجبكم شغلي اليوم، ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتعملوا لي شير للفيديو، تكتبوا لي تعليق حلو مثلكم.